تخيل تطلع جواز سفرك في المطار، تلاقي الموظف بيبصلك برعب وبيقولك الدولة دي مش موجودة على الخريطة. ده اللي حصل في مطار اليابان سنة 1954 مع راجل دمر كل قوانين المنطق. راجل لابس بدلة شيك وبيتكلم لغات كتير وصل مطار طوكيو. لما سألوه انت منين؟ قال لهم بكل ثقة أنا من دولة تورد. الموظف استغرب، قال له مفيش بلد بالاسم ده. الراجل اتعصب وطلع باسبور رسمي مختوم بختومات من دول تانية كتير ومكتوب عليه بوضوح مملكة تورد. الموظفين جابوا خريطة العالم وقالوا له ورينا بلدك فين. شاور على المنطقة اللي بين أسبانيا وفرنسا، دولة أندورا حاليا، وقال لهم تورد موجودة هنا بقالها 1000 سنة. إيه الخريطة الغلط اللي معاكم دي؟ الشرطة اليابانية شكت إنه جاسوس وحجزوه في غرفة في فندق في الدور 15 وحطوا حراسة مشددة على الباب. الغرفة ما كانش ليها غير باب واحد وشباك واحد ملوش بلكونة. تاني يوم الصبح الشرطة فتحت الباب، الغرفة كانت فاضية تماما. الراجل اختفى وكل أوراقه وباسبوره اللي كانوا محروزين في المطار اختفوا معاه في نفس اللحظة. مفيش أي أثر لهروبه، أن الأرض انشقت وبلعته، أو كأنه رجع لكونه الموازي اللي جه منه. تفتكروا الراجل ده كان كذاب ولا فعلا فيه أكوان موازية ودول احنا ما نعرفش عنها حاجة؟ لو صحيت الصبح ولقيت بلدك اختفت من الخريطة هتعمل ايه؟